السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل الأخ آه، أبو عبد الرحمن عن شخص عاش في السودان، أو هو من السودان، وكتب أحدهم كتابة عنه بأنه كان يخشى أن يرحل عن الدنيا وليس عنده أحد في بيته، فكان يطلب من جيرانه أن يتفقدوه، أوصى إمام المسجد أن يتفقده. يقول الكاتب: لكن القدر كتب له نهاية مختلفة ومؤثرة. يعني فارق الحياة داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة 2019. فيسأل الأخ عن عبارة: هل قول القدر كتب له صحيح؟ الجواب: هذا ليس صحيح، لأن القدر هو فعل الله. القدر كما قال الإمام أحمد قدرة الله، ومراتبه 4 كما هو معلوم: العلم السابق بما يعني سيكون، بما هو كائن، ويعني علم الله المحيط بكل شيء، والله بكل شيء عليم. وبعد العلم كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وهناك يعني تقادير سنوية ويعني عمرية ويومية وهكذا. فهناك كتابات مختلفة غير التي في اللوح المحفوظ، وهناك يومية أيضا، كل يوم هو في شأن. والثالث المشيئة والإرادة. والرابع خلق المخلوقات التي قدر الله وجودها أو إفناءها مما كان مخلوقا فأفناه الله سبحانه وتعالى. فالقدر قدرة الله، فالله هو الذي كتب، وهو يعني الذي أمر بالكتابة، هو الذي قدر، وهو الذي يقال كتب له. الله هو الذي كتب له نهاية يعني طيبة، وليس فقط القدر مكتوب فيه، أو أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. فهذه من العبارة، يعني العبارات الخاطئة المشهورة، أن ينسب الأمر إلى القدر أنه فعل وفعل، وإنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بقدر. نعم، سبحان الله سبحانه وتعالى. فهذا قدره وتقديره، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله تعالى أعلم.